النهارده هنعمل مع بعض السوشي بأبسط طريقة وبكمية كبيرة جدا وفي نفس الوقت بطريقة اقتصادية، وكمان هوريكوا صوص أقرب جدا لصوص الترياكي وبطريقة مبسطة وسهلة جدا. تعالوا مع بعض نعمل الأول الرز. أنا هجيب كمية من الرز المتوفر عندي أو اللي أنا محتاجاه، وأحط عليهم 3 معالق من السكر، معالق كبار، ويعني معلقة صغيرة قوي من الخل ورشة ملح، وابتدي ان انا اسوي الرز ده عادي خالص، ده الرز المصري. هبتدي بعد كده اجيب الخضار اللي عندي، بس السوشي ما يخلاش من الجزر والخيار، ده اساسي عندكم. لكن انا كان عندي افوكادو كمان، فهبتدي ان انا احطها، وهقطع الكلام ده كله ترانشات صغيره جدا 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 على قد ما تقدروا. وبعدين هبتدي ان انا احط الكلام ده كله واجهزه عندي في طبق لوحده. من الحاجات اللي انا بحبها وانا بعمل السوشي ان انا اجهز الحاجات كلها قدامي، وابتدي ان انا اشتغل مع الحاجه وانا احطها كلها قدامي. تعالوا اوريكم بس هنعمل ايه واحده واحده. بعد ما جهزت الخضار كله وحطيته في طبق واحد، هبتدي ان انا اجهز التونه. انا هعمله بالتونه بما انها اسهل حاجه عندنا، فهبتدي ان انا اعمله بعلبه تونه واحده. هحط نص من غير اي اضافات، وهحط النص التاني هحط عليه مايونيز، وابتدي ان انا اقلبه مع بعض. المايونيز بيدي نكهه حلوه جدا، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي للناس اللي بتحبه. فانا بنوتي مثلا ما بتحبش اللي هو بالمايونيز، فبعمله لها لوحدها، لكن الباقي احنا اللي بناكله. بعد كده هبتدي ان انا برضو اجهز الصوص عبارة عن صويا صوص فاتحة، هتحطه تقريبا يعني 3 معالق او معلقتين على عسل اسود. هي الفكرة كلها النسبة تقريبا بتبقى 2 ل1، عسل اسود الازيد طبعا، او ممكن تخلوها كمان 3 ل1. انتوا اهم حاجة تدوقوا الطعم وتشوفوا انتوا حابين ايه. 2 ل1 عسل اللي هو الصويا صوص الفاتح اهم حاجة، ولا طبعا 3 ل1 عسل برضو للصويا. وابتدي زي ما وريتكم كده، انا بحب قوي اجهز الدنيا جنبي. وكمان حطيت بولة صغيرة فيها مية، هقول لكم ليه واحنا شغالين. وكمان هبتدي بقى الاساسي بتاعنا اللي هو ورق النوري، هبتدي ان انا احطه. وطبعا الرز هيبقى استوى، وهبتدي ان انا احطه جنبي. بعد كده بجيب قطاعة وعليها اللي هي المات دي، او الحاجة اللي احنا بنحط عليها اللي هو ورقة النوري، عشان ابتدي ان انا الفها الرول. هنا انا بحط كميه الرز بمقام المعلقه الكبيره او بمقام كف ايديكم وهو مقفول. وبعد كده ببتدي ان انا اوزعها بمعلقه، او اوزعها ان انا ابل ايدي واوزعها بايدي. بس طبعا هو الرز بصراحه كان سخن جدا جدا، فانا طبعا ما كانش ينفع ان انا احط ايدي. لكن قدرت ان انا اوزعه بالمعلقه. لو انتوا برضو مش حابين تحطوا ايديكم، على فكره هنا ممكن تضيفوا بقى اللي انتوا عايزينه. انا عامله طبعا حاجه اساسيه، بس ممكن هنا تضيفوا اللي انتوا حابينه. ممكن تحطوا جوه سمسم وحبه البركه، لكن انا ما عملتش كده. حبيت ان انا اوريكم بس الفكره الاساسيه، وانتوا طبعا شكلوا والعبوا بقى على قد ما تقدروا وطعموا الحاجه زي ما انتوا بتحبوا. هنا هعمل اول واحده هوريها لكم بالتونه اللي هي ما فيهاش اي حاجه خالص، وهوريكم رول تانية بس لما نعملها بالتونه بالمايونيز. اهم حاجه بتحطوا طبعا شرايح بسيطه، يعني الكميه تبقى الى حد ما مناسبه، ما تحطوش كتير قوي. وبعدين ان انا ارول بالشكل ده. وانا برول لازم اتاكد يعني ببقى ماسكاها بشكل يعني جامده شويه، عشان ابتدي ان انا ما هي متفكش من بعضها. وبس الاطراف بحطها عليها ميه خفيف كده وانا جايه اقفلها، عشان وانا بلف تبقى تتلف وتظبط على بعضها يعني. هنا كنت بحاول ان انا اعمله بالايدي، بس بصراحه يعني المحاوله فشلت لان انا كان سخن جدا، فما قدرتش ان انا اكمل بيه. ونفس الفكرة دي رول التانية، بس انا هعملها لكم باللي هو التونة بالمايونيز.
عمل معانا قد ايه؟ انا عملت 6 رول من السوشي. طبعا 2 كانوا بالتونه اللي هي من غير مايونيز، و4 كانوا بالتونه اللي فيها المايونيز. هبتدي ان انا اوريكم ازاي اقطعها. بجيب احمى سكينه عندي وانديها بالميه وابتدي ان انا اقطعها. كل رول بتتقطع على 8 او على 10 على حسب السمك اللي انتوا بتختاروه. هنا انا قطعت واحده هوريها لكم ان انا قطعتها على 8، وفي واحده وبعد كده هوريكم لما قطعتها على 10. اهم حاجه ان اللاست بيس او الحته اللي هي اللي في الاخر دي، القطعه اللي بتبقى في اخر الرول او الاطراف ما بتبقاش مظبوطه قوي بصراحه يعني، بس ايه برضو بتتاكل طبعا لان النوري مليان فوائد بصراحه حلوه جدا جدا. يعني انا السوشي بما انه بنتي بتحبه جدا فبصراحه بحط فيه اللي انا عايزاه جوه عشان ايه تاكله يعني. فكرة تانية لو انتوا مش حابين تغسلوا السكينة او تندوها بالمية نفسها، ان انتوا تبلوا منديل من منديل المطبخ وتبتدوا ان انتوا تمسحوا السكينة بعد كل رول. اهم حاجة السكينة تبقى نظيفة حامية جدا تقطعوا بيها طبعا بسهولة، وفي نفس الوقت ما تفرفتش معاكوا الرول اللي انتوا عاملينه. وبكده نبقى خلصنا. طبعا عملت كمية كبيرة جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبالهنا وجربوه وقولوا لي تعليقاتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.